السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم تيجوا نعمل مع بعض النايتي؟ ايوه، النايتي بتاع زمان. الجيل الجديد ما يعرفش النايتي. يلا نعمله مع بعض عشان يعرفوا ايه النايتي. بكوبايتين دقيق هنعمل من 10 ل 15 قطعة، وهشة وطعمها حلو قوي. يلا بينا نقول بسم الله ونبتدي. اجيب بولة كده تكون كبيرة واحط فيها بيضاية واحدة، وعليها نص معلقة فانيليا أو كيسين فانيليا من الصغيرين، ورشة ملح صغيرة. وهضربهم بالمضرب اليدوي كده زي ما انتوا شايفين، نضربهم لغاية ما لونها يفتح كده وتحس ان هي ايه، بقت سايلة وكريمي كده شوية. بعد كده هنزل عليها بكوباية الا تلت سكر، يا ريت سكر يكون ابيض عشان الكيكة تطلع معاكي فاتحة وحلوة، بلاش الغامق. كوباية الا تلت، وهضربها كده مع البيضة، اضربها على طول كويس قوي. طبعا انا بدوب دلوقتي السكر وهو مش هيدوب قوي، لسه لما نحط بقية المكونات هيدوب معانا. بعد ما ضربته كده وشايفين الخليط بيفتح، كل ما اضرب كل ما الخليط بيبقى افتح. نضرب كده وتحسي ان السكر بيدوب. ننزل عليها بنص كوباية زيت. انا نزلت بنص كوبايه زيت، بس شلت زي معلقه وحطيت بدلها معلقه زبده. الزيت بيخلي الكيك خفيف وحلو، والزبده بتدي طعم برضو. ممكن زبده او سمنه، ممكن ما تحطيش خالص، تحطي نص كوبايه زيت. وهنقلبهم مع بعض كده كويس قوي. نفضل نضرب كده بالمضرب مع بعض كويس قوي. بعد كده هنزل عليهم بكوبايه حليب دافي، ما يكونش سخن، لا يكون دافي كده شويه. وابتدي برضو اضرب كل المكونات دي مع بعض. السكر بقى هنا بعد ما حطيت الحليب هيبتدي ان هو يدوب معانا، لان السكر كان عايز حاجه سايله. وكان عندي حته قشطه بتاعت وش اللبن، قلت احطها تبقى دسمه كده طعمها حلو، طبعا دي اختياري. ضربتهم مع بعض من المضرب، وانزل عليهم بكوبايتين دقيق منخول ومعلقه كبيره بيكنج باودر. اخلطهم كلهم كده مع بعض بالمضرب اليدوي او بالمعلقه عادي. اجيب بوله صغيره واخد من الخليط ده معلقتين بس، ما تكتريش. احط عليهم معلقه كبيره كاكاو خام، بس طبعا ننخله يكون منخول، واقلبهم كده وهسيبهم على جنب. وهجيب الصينيه بتاعتي او صاج اي حاجه. انا جبت الصاج دوت 30 في 40، لان احنا عايزينها رفيعه ما تكونش تخينه. وفردت فيها ورق الزبده، وعلشان اضمن ان ورق الزبده ما يلزقش فيه الخليط، لان طبعا ورق الزبده دلوقتي مش كله زي بعض. رشيت عليه شويه زيت، ونزلت بالخليط بتاعي وابتدي كده افرده. عايزاه يبقى كله سوا واحد. بعد ما سويت خليط الكيكه كله كده بقى سوا واحد، اجيب الخليط اللي احنا عملنا عليه الكاكاو، احطه في كيس حلواني واخرمه خرم رفيع قوي، وابتدي اعمل خطوط بالعرض زي ما انتوا شايفين كده. املى الصاج بتاعي بالخطوط بالعرض، واجيب الخله بتاعت الاسنان، واروح اعمل بقى خطوط كده. اعمل خطوط بالعرض كده زي ما انتوا شايفين اهو بالعرض. افضل اعمل خطوط للصينيه كلها. بعد كده اعمل خطوط تاني بس بالعكس، يعني مره جبتها من فوق لتحت، مره اجيب من تحت لفوق. وشايفين شكلها تحفه طبعا. وانا مشغله الفرن على درجه حراره 180 سوى الكيك العادي. هدخلها وهنشوفها. الكيك بتاعنا زي ما انتوا شايفين، الله على الجمال، طلع والريحه بقى تحفه. هسيبه لما يبرد خالص. بعد ما الكيك برد معانا قلبته زي ما انتوا شايفين كده، وابتدي اشيل بقى ورقه الزبده، بتشال بكل سهوله. واقسم الكيك بتاعنا على نصين، الاتنين يبقوا قد بعض. وانا طبعا عندي مربى فراوله ومربى تين، كنت عاملاهم وشايلها في الفريزر وطلعتهم. هعمل النص بالفراولة والنص لان حبيبتي بتحب الفراولة، فعملت نص فراولة ونص تين. واروح قلبة بقى النص التاني عليها زي ما انتوا شايفين كده. وابتدي بقى اساوي واشيل الحروف، لان الحروف بتبقى ناشفه. اقطع كده، اجيب السكينه المشرشره واقطع الحروف كلها. طبعا الحروف دي وانا واقفه بقيت اكلها، يعني هتتاكل في ساعتها مش هتقعد. واقسم بقى زي ما انا عايزه. انا دلوقتي قسمتها على 5 بالعرض و3 بالطول. انت ممكن تعمليها 15، يعني انا عملت 10، ممكن تعملي اقل من كده يطلعوا معاكي 15. وشايفين والشكل ده من فوق ومن تحت، يعني لو قلبتها هتلاقي نفس الشكل، وهشه وخفيفه وطعمها حلو جدا. وفاض بقى من الخليط اللي هو البني، رحت حاطه في البلوت الصغيره ورشيت عليها سبركل زي ما انتوا شايفين كده. بجد والله طالعه هشه وخفيفه وحلوه جدا. وبكوبايتين دقيق
وببيضاية واحدة عملت الكمية دي، ممكن تصغّري يبقى أكتر من كده. يالّا اعمليها لأولادِك وعرّفيهم النايتي بتاع زمان. وأهم حاجة ما تنسوش تعملوا إعجاب للفيديو، اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.